الأهلي تقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية ضد جماهير نادي الزمالك بسبب تعرض أحمد زيزو للسب في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري. مش هخش معاك في تفصيلة بقى اللي كان المقصود هنا هدى الاتربي ولا زوجة أحمد زيزو، لكن هنا المتوقع أنه هيحصل إن هتطبق اللائحة على جماهير نادي الزمالك. وبالمناسبة حد هيقول لي ليه الأهلي برضو كان في سباب من جماهير الأهلي في مباراته اللي فاتت؟ هقول لك ان الزمالك الى اللحظه اللي بتكلم فيها ما قدمش شكوى. طب العقوبه اللي هتوقع على جماهير الزمالك ايه؟ هي توقيع غرامه ماليه قدرها 100,000 جنيه، علشان دي اول مره، وبعد كده بيحصل تدرج في العقوبات. بالعقوبه اللي بعد كده بتبقى ايقاف مباراه وغرامه 150,000 جنيه، والتالتة والرابعة وهكذا لغاية ما توصل لآخر حاجة في العقوبة، وهي إيه؟ هي منع مباراتين وغرامة 300,000 جنيه.